السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلام. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تكون بسيطة في نظر ناس كتير، بس هي في الحقيقة خط الدفاع الأول ضد الحوادث في أي موقع شغل. تصريح العمل Work Permit. يعني إيه تصريح؟ وإيه لازمته قبل ما تبدأ أي شغل؟ وإزاي بيحميك من الحوادث؟ تابع معايا علشان هبسط لك الموضوع على الآخر. اعمل سبسكرايب واللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة، يعني إيه Work Permit؟ ببساطة ده تصريح مكتوب يوضح إن الشغل اللي هيتعمل تم مراجعته وتأكدنا إنه آمن. كل الناس اللي هتشتغل فاهمة الخطر ومستعد، يعني مش أي حد يصحى الصبح يقول إنه هشتغل في الكهرباء أو هنزل خزان. لا، لازم تصريح من شخص مسؤول والتوقيع عليه، يعني أنا عارف اللي هتعمله وموافق عليه. طيب ليه بنحتاج التصريح؟ لأن الشغل مش كله متساوي. في شغل اسمه هاي ريسك وورك، شغل عالي الخطورة، شغل الكهرباء، الشغل الساخن، اللحام أو القطع، دخول الأماكن الضيقة أو المغلقة، التعامل مع الكيماويات، العمل على الارتفاعات، الحفر أو كسر الأرض. كل النوعيات دي ممكن تسبب حوادث قاتلة لا قدر الله لو اتعملت من غير تنظيم أو تنسيق. أنواع التصاريح في المواقع: 1. هوت وورك بيرميت، شغل ساخن، أي شغل فيه نار أو شرر زي اللحام أو القطع لازم تصريح مخصوص علشان نتأكد إن مفيش مواد قابلة للاشتعال حوالين المكان. 2. إلكتريكال وورك بيرميت، كهرباء، بنضمن إن الشغل هيتعمل بعد فصل التيار واستخدام أدوات عزل ومعدات حماية. 3. كونفنت سبيس بيرميت، أماكن مغلقة زي الخزانات والأنفاق، لازم نقيس الغازات ونجهز تهوية ونبقى جاهزين لو حصل اختناق. 4. اكسكافيشن بيرميت، الحفر، نتأكد إن مفيش كابلات أو مواسير تحت الأرض والتربة ثابتة وفي دعم كافي. 5. working at high permit، العمل على ارتفاع، نتأكد إن في سجلات آمنة وأربطة سلامة وإن العامل مش معرض للسقوط. 6. chemical permit، كيماويات، نضمن إن العامل لابس PPE مناسب وفاهم الخطر وعارف خطة الطوارئ. طيب ايه الخطوات اللي بيمشي فيها التصريح؟ في 6 خطوات. رقم 1، تقييم الشغل، بنفهم طبيعة المهمة والمخاطر المحتملة. رقم 2، تحديد نوع التصريح المطلوب. رقم 3، مراجعة الإجراءات والPPE اللي محتاجينها. رقم 4، توقيع من المسؤولين زي المشرف والمسؤول السلامة والعامل. رقم 5، بدء الشغل مع مراقبة مستمرة. رقم 6 والأخيرة، إغلاق التصريح بعد انتهاء الشغل والتأكد إن المكان آمن. طب لو اشتغلت من غير تصريح، يعني كده انت اشتغلت من غير خطة ولا استعداد ولا حد عارف انت بتعمل ايه، وكده متوقعين حادث شبه مؤكد هيحصل. ياما شفنا مواقع تولع فيها بسبب شغل لحام من غير تصريح، او عمال اتخنقوا في خزان لان محدش قاس نسبة الاكسجين، او كهربائي اتصعق لانه افتكر التيار مفصول وكان لسه شغال. خدها قاعدة، التصريح مش ورقة، التصريح ده نظام بيفكرك تخطط قبل ما تتحرك. هو اللي بيخلي الشغل منظم، بيخلي كل حد في الموقع عارف هو بيعمل ايه وليه. لو انت مسؤول او فني او حتى لسه مبتدئ، اسأل نفسك: هل المهمة دي فيها خطر؟ هل انا مؤهل اشتغلها؟ هل في تصريح معمول؟ طب انا قريته فاهمه؟ لو لا، اوقف اسأل وتأكد قبل ما تشتغل. لو عندك اي سؤال اكتب في الكومنتات وهجاوبك عليه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.